ازاي ما اتقبلتش؟ ازاي بعد كل المذاكرة دي؟ هل انا مش قدها؟ تعب الشهور ده كله طيب راح كده؟ ازاي ازاي ازاي؟ كتير مننا بيستنى اللحظة دي طول السنة، مذاكرة، ضغط، أمل، وأحيانا دموع ودعوات قبل النوم. بس لما النتيجة تقول لم يحقق الطالب الحد الأدنى، بتحس إنك خسرت كل حاجة، بتحس إن مجهود شهور طويلة اتبخر في لحظة. لكن اللي متعرفوش إن مجهودك ده عمره ما بيروح، بس ممكن ربنا يكون كاتب لك الخير في طريق تاني أنت مش شايفه دلوقتي. على سبيل المثال في امتحانات تالتة ثانوي ممكن تتعب قبل الامتحان، تحس إنك مش مجهز كويس وتحس إنك داخل على كارثة، لكن سبحان الله تلاقي ربنا بيجبر بخاطرك في النتيجة، وتلاقي نفسك جايب مجموع انت ذات نفسك عمرك ما كنت متخيل انك هتجيبه. ودي سنة ربنا في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعشان كده خليني احكي لك قصة شخصية حصلت معايا. انا لما قدمت كنت مقدم على مدارس ستيم وكمان على مدارس المتفوقين في عين شمس، بنية ان انا كنت فاكر ان امتحان عين شمس هاجي قبل امتحان ستيم، فقلت في نفسي ماشي خليني اكسر رهبة الامتحان وامتحن لعين شمس واشوف النظام بحيث اكون مستعد اكتر لامتحان ستيم. بس في الاخر حظي كان حلو وطلع امتحان عين شمس اصلا بعد امتحان ستيم. المهم دخلت امتحان عين شمس وانا كنت واثق جدا من الاجابات بتاعتي، وقلت في نفسي النتيجه هتبقى مضمونه عشان كنت مجرب امتحان ستيم اصلا وفاهم النظام وعارف كل حاجه. لكن يوم النتيجه لقيت نفسي ما اتقبلتش. ساعتها الصراحه حسيت بصدمه وبنوع من خيبه الامل، مش عشان انا كنت عايز عين شمس قوي، لا، بس عشان انا كنت واثق من نفسي قوي، والاحساس ده بيجرح لما تكون واثق من نفسك جدا وتتفاجئ بالرفض. لكن الحمد لله لما شفت نتيجة ستيم ولقيت نفسي اتقبلت رغبة اولى، نسيت كل حاجة في ساعتها وفرشت فرحة جديدة وبدأت أجهز نفسي عشان أخش ستيم. نمشي بقى بالأحداث شوية. بعد دخولي ستيم بأسبوعين أنا كنت خلاص دخلت المدرسة، جربتها، عشت الأجواء الجديدة، شفت كل حاجة تقريبا. بدأت أحس إن المكان ده فعلا المكان اللي أنا بنتمي ليه. المهم في مرة من المرات في يوم خميس مستحيل أنساه، رجعت البيت تعبان وجعان بعد أسبوع كان مليان ضغط. ابويا اداني فلوس وقال لي انزل اشتري لنا طعميه نفطر بيها. نزلت ورجعت بالاكل لقيت ابويا بيقول لي في واحد رن عليك وانت تحت، وانا رديت عليه. الراجل اللي كلمني بلغني انك اتقبلت في مدرسه عين شمس ولكن كقائمه انتظار. يعني ايه الكلام ده يا ترى؟ معناها ان واحد من ال 96 طالب اللي اتقبلوا في مدرسه عين شمس ما راحش، فدوروا على مين اللي بعده في الترتيب، والحمد لله كنت انا. يعني تقدر تقول بمعنى اخر ان انا بدل ما اتقبل في مدرسه عين شمس من 96 لرابعه الجمهوريه، انا طلعت ال 97 او ال 98 على الجمهوريه. وفجأة باب جديد اتفتح قدامي من حيث لا أدري. أبويا ساعتها قال لي شوف أنت عايز إيه وأنا معاك. أبويا كان رافض الفكرة عشان عين شمس بعيدة 8 ساعات سفر بدل نص ساعة، وأشوف أهلي في الشهر أو في الشهرين مرة بدل كل أسبوع. بس هو قال لي القرار ليك. المدرسة كلمتنا وقالت معاكم لحد يوم السبت تدون القرار النهائي عشان يوم الأحد هتبدأ الدراسة. أنا كنت من جوايا شبه محدد تقريبا إن أنا مش هروح، بس قلت برضه خليني أفكر شوية، مش عايز أستعجل. قعدت مع نفسي كتير وفي الآخر قلت لأبويا كلم الراجل وقول له إني هكمل في ستيم، لأني جربت المكان وحسيت بالراحة فيه، حسيت إني هقدر أبدع في المكان ده. والنهاردة والله العظيم عمري ما ندمت على القرار ده. لكن ساعات كده بتخيل يا ترى كان إيه اللي هيحصل لو كنت اتقبلت في عين شمس وستيم مع بعض ساعة لما ظهرت النتيجة من غير ما اكون جربت ستيم ولا اعرفها. يمكن والله اعلم كنت دخلت عين شمس لاني مش مجرب ستيم وما كنتش مرتاح لها زي ما كنت مرتاح لها ساعة الاتصال. وعين شمس تاخد اول 96 طالب بس على مستوى الجمهورية، فانا من جوايا اقول انت طالع من الاوائل 96، طب ليه ما تدخلش؟ وكنت ساعتها هخسر الفرصة اني اعيش تجربة ستيم بالكامل. وساعتها فهمت معنى عميق جدا للآية بسم الله الرحمن الرحيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لأني رغم حزني وقتها إني ما اتقبلتش، إلا إني دلوقتي الحمد لله بحمد ربنا إن أنا ما كنتش اتقبلت في ساعتها، لأن ربنا كان بيجهز لي الحاجة أفضل أنا ما كنتش شايفها. طبيعي تزعل، طبيعي تحس انك خذلت نفسك. في الاخر انت قعدت شهور كاملة بتحضر للاختبار ده، ذاكرت كتير، تعبت كتير، ضحيت بوقت نومك وراحتك عشان الحلم ده. فلما تلاقي ان النتيجة جت عكس اللي كنت مستنيه، اكيد قلبك هيقع واكيد هتحس انك ضايع.
وزعلك في اللحظة دي مش غلط، بالعكس ده رد فعل طبيعي، لكن الغلط انك تفضل عايش في اللحظة دي للأبد. الغلط انك تسيب نفسك أسير لكلمة فشلت، لأنك ما فشلتش، انت بس اتأجلت، وربنا مأجل لك خير تاني في مكان تاني انت مش شايفه دلوقتي. وصبرك على اللي حصل ده هتاخد عليه ثواب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عايز ايه تاني لما تكون في الحالتين كسبان، وكسبان بمكاسب عظيمة انت مش متخيلها؟ الابتلاء ده اللي انت فيه هتاخد عليه ثواب محدش يعلم بيه غير ربنا. عشان كده اصبر وان شاء الله ربنا هيكتب لك الخير في حاجة تاني. اللي لازم تفهمه ان النتيجة اللي ظهرت دلوقتي ملهاش اي علاقة بقيمتك. انك ما تقبلش تستم ده مش معناه انك اقل من غير، مش معناه انك مش ذكي او انك ما تعبتش. كل اللي حصل ان ربنا اختار لك طريق مختلف غير الطريق ده، طريق انت لسه مش شايف بس هو ربنا سبحانه وتعالى شايفه وكاتب لك الخير فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. يعني اللحظة اللي ضغطت فيها على عارض النتيجة، واللحظة اللي قلبك اتقبض فيها لما ظهرت النتيجة، دي كلها ربنا كاتبها من زمان قوي، مكتوبة من قبل ما انت تتولد، بل من قبل حتى ما سيدنا آدم عليه السلام يخلق. عشان كده ما تقعدش تقول لو كنت عملت كذا كنت نجحت، لو ما كنتش عملت كذا كنت عديت. يعني انت كده كده كانت هي دي النتيجة اللي هتطلع لك في كل الحالات، وده معناه ان مكانك اللي هتلمع فيه والباب اللي هيتفتح لك لسه قدامك، بس انت محتاج تصدق ده وتكمل الطريق. بصراحة الثانوية العامة مش وحشة زي ما انت بتتخيل. فيها تحديات وضغط ومجهود، لكن في نفس الوقت فيها فرص ضخمة جدا. عدد الطلبة كبير، فده معناه ان عدد المقاعد في كليات القمة كبير برضو. المصادر ثابتة ومحددة، يعني مش هتوه زي ما ممكن يحصل لك في ستيم وتقعد تتنقل ما بين طرق المذاكرة. والمدارس قريبة من البيت، يعني مش لازم تغترب وتبعد عن اهلك واصحابك. بس عموما انا مش هكدب عليك، الثانوية العامة فيها عيوب زيها زي اي نظام، حتى ستيم فيها عيوب وذكرتها في اول فيديو في القناه، ارجع شوفه. فالعيوب بتاعت ستيم دي في ناس بتقدر تتعايش معاها وتبقى مناسبه ليهم، وفي ناس تانية مش هتقدر تتحمل العيوب دي، وده معناه ان ربنا يمكن اختار لك المكان الانسب ليك، والمكان اللي مش هتتعب فيه، مش المكان اللي انت نفسك فيه اكتر. والايمن بقى ان النجاح مش مربوط بمكان. الاف الطلبه من ثانوي عام بيدخلوا كليات قمه كل سنه، وعددهم اكبر بكتير من العدد اللي في ستيم. صحيح بيكون في فرق مهارات بينهم وبين الستيمر، لكن في النهاية النجاح مش باليافطة اللي على المدرسة اللي انت جيت منها، النجاح باللي جواك انت. هل لازم تبقى ستيمر عشان تكون دكتور كويس؟ لا. طيب هل لازم تكون في ثانوي عام عشان تبقى دكتور كويس؟ برضه لا. تقدر تتميز في اي مجال انت بتحبه مهما كان الطريق اللي انت وصلت له بيه، وده اكبر دليل ان نجاحك مش بيتحدد بالمدرسه اللي انت دخلتها. نجاحك بيتحدد بانت مين، بتذاكر ازاي، بتكافح قد ايه عشان الهدف بتاعك. صدقني ممكن تكون في مكان شايفه عادي جدا، لكن ربنا سبحانه وتعالى يخليه هو سبب تميزك وتألقك. على سبيل المثال قصة شخصية حصلت معايا. أنا لما دخلت المدرسة الإعدادية كنت داخل وأنا محطم نفسيا، مشاكل كتير حصلت معايا في الابتدائي مش هحكيها لكم دلوقتي، خلتني أدخل الإعدادي وأنا شايل فكرة المدرسة أصلا، حاطط في دماغي إن الدراسة مش مهمة وإن المدرسة مفيش منها أي لازمة، المطلوب مني بس إني أذاكر وأجيب درجات عالية وبس. بس سبحان الله ربنا جبر بخاطري بعد اللي حصل معايا في ابتدائي. بالرغم من كل ده ربنا كتب لي إني أبدأ ألمع وأتميز في فترة الإعدادي. قدرت أشارك في مسابقات لأول مرة في حياتي، طلعت وصفيت على مستوى الجمهورية في مسابقات لأول مرة في حياتي، أخدت مراكز عمري ما كنت متخيلها، وصلت الأول 1000 مشترك في قناتي التانية وأنا لسه في إعدادي، وأنا مش ناوي أوريكم القناة دي أبدا بالمناسبة. واشترك بالمناسبة عشان نوصل هنا برضو 1000 مشترك ونتفوق على القناة التانية. نرجع نكمل الفيديو. في فترة إعدادي برضو اتعرفت على ستيم، وعزمت النية إني أدخل ستيم برضو في فترة إعدادي، والمدرسة اللي أنا كنت شايفها على قدها وطفشان منها من أول يوم اتحولت لأحسن تجربة عشتها تقريبا لحد دلوقتي. سبحان الله ربنا بيقدر يحول لك أصعب اللحظات والأماكن لأجمل اللحظات في حياتك لو صدقت ووثقت فيه وسعيت. الفشل مش علامة النهاية، الفشل مجرد إشارة بتقولك إن الطريق ده مش ليك.
او انك لسه مش مستعد عشان تدخل الطريق ده، بس في طريق تاني ربنا عايزك تمشي فيه. بص معايا، سيدنا يعقوب عليه السلام لما ضاع منه ابنه سيدنا يوسف قعد سنين طويله يعيش على امل واحد بس، وهو ان ربنا يرجع له ابنه سيدنا يوسف عليه السلام، بالرغم من ان ولاده قالوا له انه يوسف مات واكله الذئب، هيرجع ازاي بعد ما مات؟ ولكنه فضل واثق في ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا هيرجع له ابنه سيدنا يوسف عليه السلام. حرفيا ابتلاء قاسي جدا. تخيل نبي من انبياء الله يعيش طول عمره مكسور الفؤاد، ومع ذلك كان دايما بيقول فصبر جميل والله المستعان. وفي الاخر لما جه الوقت المناسب اللي ربنا اختاره جمع شمله مع ابنه سيدنا يوسف عليه السلام بعد كل سنين الفراق الطويله دي، وكان لقاء اجمل مما يتخيل. الرساله هنا ان الابتلاء مش معناها ان ربنا بيكرهك او انه مش عايز لك الخير، لا، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي عباده؟ عشان ينفعهم درجات ويكفر عنهم سيئات. وعلى الناحية التانية سيدنا يوسف عليه السلام تخيلوا وهو طفل صغير مرمي في البئر ومفيش حد يساعده، كان ممكن ينهار ويفقد أعصابه ويصرخ ويقول خلاص دي نهايتي. وبعدها حتى لما طلع من البئر وكبر اتسجن في السجن ظلما وزورا وبهتانا، واتقال عليه كلام باطل، وكان بيعامل كأنه ولا حاجة. أي حد كان مكانه كان يقول خلاص الدنيا قفلت وانا ماليش امل تاني. لكن سيدنا يوسف عليه السلام صبر، والنتيجه ربنا رفعه من ظلام البئر وظلم السجن، ورفعه لفين؟ رفعه لعرش مصر. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، بقى عزيز مصر يملك الخزائن ويرفع ذكره لحد النهارده. ده معنى الصبر، انك ترضى بقضاء ربنا حتى لو كل حاجه في حياتك دلوقتي بتقول الابواب كلها اتقفلت، باب ربنا مفتوح دايما. وربنا بيأكدها في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. دلوقتي خلينا نتكلم عملي. انت شفت النتيجة وما تقبلتش، خلاص دي حاجة انتهت ومش هتتغير، لكن اللي يفرق هو هتعمل ايه بعد كده. واحد، ادي نفسك وقت تتقبل. زعلان؟ عادي جدا، خد وقتك، يوم يومين ثلاثة براحتك، انك تفوض فيهم امرك لربنا، تصلي، تدعي، تفضفض لحد من اصحابك وتخرج كل المشاعر اللي جواك. لكن ما تسيبش نفسك عايش في صدمة اكتر من كده، لان الدنيا مش هتستناك ولازم تتخطى وتبدأ تعيش حياتك. 2، ابدأ خطتك الجديدة. لو مكمل في ثانوي عام حط خطة واضحة من دلوقتي، ذاكر أول بأول، ابني أساس قوي في المواد، وحافظ على التوازن بين مذاكرتك وراحتك. خلي فيه شوية عبارات تحفيزية كده على الديسك بتاعك أو على الشاشة برضه عشان ترفع معنوياتك لما ما يكونش ليك نفس تذاكر. 3، استثمر في نفسك. انت مش مجرد طالب ثانوي، انت شخص ربنا ادالك عمر وقدرات ومواهب. استثمر في اي مهارة جنب الدراسة، لغة، برمجة، تصميم، مونتاج، اي حاجة انت بتحبها. صدقني الحاجات دي ممكن تكون سبب نجاحك اكتر من الدراسة نفسها. واحسن مثال ممكن اجيبه لك اهو قدامك، اتعلمت مهارة صناعة محتوى وطورتها، والحمد لله نجحت كصانع محتوى على اليوتيوب، والقناة اهي ما شاء الله في 5 فيديوهات بس داخلة على حاجز 1000 مشترك. صح اني طالب في ستيم مش في ثانوي عام، بس الحاجة دي تشجعك اكتر، عشان طلبة ستيم اصلا مش بيلاقوا الوقت ده اللي بيلاقوه طلبة ثانوي عام. انا حاليا قدرت الاقي الوقت بسبب ان انا في اجازة، بس اثناء الدراسة وقت الفراغ بيكون اقل بكتير. عشان كده عامة الفكرة هي انك تستثمر وقتك في حاجة تفيدك. 4، ابعد عن جلد الذات. ما تفضلش تراجع في دماغك لو كنت عملت كان زماني نجحت، ولو كنت حليت السؤال ده كده كان زماني عديت. اللي فات خلاص واللي جاي قدامك مفتوح. النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. 5، افتكر ان المستقبل مش بيتقفل بباب واحد. كمية الناس اللي ما تقبلتش في حاجات كانوا شايفينها حلم حياتهم، لكن بعد كده ربنا عوضهم لا تعد ولا تحصى. ويمكن بعد كام سنة تلاقي نفسك اتقبلت في كلية من كليات القمة في ثانوي عام، او تتعلم مهارة بسبب وقت فراغك الكبير وتبقى المهارة دي مصدر دخل ليك، وتروح ترجع تبص على اللحظة دي وتقول الحمد لله ان انا ما اتقبلتش، لانها كانت البداية لمستقبل افضل. عايزك تفتكر حاجة مهمة قوي، القبول في ستيم مش هو نهاية الدنيا، والرفض منها مش هو نهاية الحلم. الحياة مش بتتحدد بباب واحد
او حتى بطريق واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. يعني مهما كان وجعك دلوقتي، ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك يسر بعد العسر اللي انت فيه. صدقني، اللي بيبان انه كسر او فشل ممكن يكون بداية اجمل حاجة في حياتك. بس المهم انك ما تستسلمش وتكمل سعيك وتحافظ على املك وثقتك في ربنا. انت دلوقتي قدامك مستقبل كامل، مستقبل مليان ابواب، وكل باب ممكن يخليك تحقق حلمك وتوصل للمكان اللي انت عايزه. اوعى تنسى تبص لقدام وتدعي لي معاك دعوتين من قلبك، لان اللي جاي احلى بكتير من اللي فات. بس امشيها مع ربنا وهتشوف بنفسك. انا اخوكم احمد محمود، وبس. مع السلامة. بالمناسبة بس قبل ما اقفل الفيديو، عايز اسألكوا سؤال: ايه رأيكم في السيت اب ده اللي انا عملته؟ يعني حلو اكمل تصوير فيه ولا ارجع للسيت اب القديم اللي كنت بصور فيه؟ اكتبوا لي رأيكم تحت عشان هيفرق معايا.